شو عم بيصير في لبنان؟ وانتبهوا يا لبنانيين، جريدة الأخبار التابعة لحزب الله بتقول إنه احتمال جماعة الأزرق تقطع الإمدادات الجاية للحزب عن طريق سوريا والعراق. شو لهم مصلحة يعلنوا هيك خبر؟ يعني على طول حزب الله بيقول لك إنه هو منتصر بأسوأ الظروف، يعني بأسوأ ظروفه بيقول لك أنا منتصر، ولكن لما يقول لك إنه أنا خط الإمداد تبعي رح ينقطع، لشو عم يمهد؟ راح اقول لك لشو عم بمهد بهذا الفيديو. لا ننسى نعمل اللايك والمتابعة ونشير الفيديو ليوصل للجميع في لبنان. باختصار، حزب الله عم يجهز لأنه ينتقل إلى الشمال لبنان، إلى عكار، إلى طرابلس. عن طريق شو وكيف؟ عن طريق انه هو الممانع، اللي هو اللي عم بيقاوم العدو الازرق، ولازم انه يكون في عنا جبهة وطنية. حتى وان دخل الكيان الى الجنوب فلا بد من مقاومة في الشمال. طيب كيف؟ عندكم مجموعة ما يسمى حزب القومي السوري. ايه، حزب القومي السوري في لبنان، هدول ما بيؤمنوا انه في لبنان، بيؤمنوا انه سوريا كلها وحدة، سوريا ولبنان. بتقولي انه هذا الشيء حلو، ولكن بسيادة الرئيس بشار الاسد ما اختلفنا. فعم بيحضروا حالهم اليوم، في كتير عم بيصير، في كتير ناس من عكار بالفعل، خلينا نعترف، ناس من عكار كتير هن مع حزب الله. ليش؟ عم بيمهدوا لنزوح حزب الله هن واشيائهم هن واغراضهم، يعني على الشمال. طبعا هون شو راح يصير؟ راح يتهجروا اهل الشمال، راح يتهجروا اهالي عكار واهالي طرابلس اذا تم هالشي. فلا بد اليوم على اهالي طرابلس واهالي عكار يعرفوا شو عم ينطبخ وشو عم بيحضر حزب الله، وليش بده ينتقل من الجنوب الى الشمال. يعني الجنوب رح يصير بايد الكيان الازرق، الشمال بايد الكيان ايراني. ننتبه كتير منيح. بنتمنى هالشي يكون مجرد توقعات وتحليلات ما إلها أصل من الصحة، ونتمنى كل السلامة لأهلنا في طرابلس وعكار.